وتدوري، ولا بتعرفي تلفي وتدوري، ولا شرشورة. وفي كمان تجاوزات انت مش هتقدري عليها تعمليها. هو طالب كل ده، انت بقى امكانياتك ايه؟ انت فاكرة ان هي هتيجي على القلع؟ ماشي يا ستي، انت قلعتي، هيزق عليكي ناس، انت هتستجيبي؟ ده بني ادم ابليس هو والتاني، ده دول تفوقوا على الابليس بطريقة بنت كلب. هيزق عليكي واحد ماشي، هيجرجرك للسك، او واحدة شرشورة تبع الفتاحات، جميل، هيجرجروكي للسك، هيصوروكي في افلام اباحية عشان تبقي تحت امرهم. في الحالة دي انت هيجيلك دعم لا محالة، هيجيلك دعم لا محالة. فانت ما تفكريش ان هي هتيجي على القلع والشعر والميك اب والقب والقط، لا 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 لا، هتيجي على بعد كده. هتيجي بقى الخطوة التانية، انت قلعتي، هو كان عايز الخطوة الأولانية القلع، مرحلة القلع، مرحلة قلع الأشرب، مرحلة القط، مرحلة القب، مرحلة الهوت شوت. بعدين يدخلك بقى على المرحلة التانية، سنة التانية بقى، عن طريق بقى قوادات من تبعه، هو عمر المحبة، يدخلوكي بقى في السكة، يسلطوا عليكي واحد زي مولة السرير كده اللي مع سوزي دوت، يرسم عليكي الحب، يعمل مش عارفة ايه، يكلمك تليفونات ويعمل نفسه بيحبك وهيمنه ومش هيمنه ايه، ومستعد يجيب لك من السما الوان. يعني رسمني يا السما جنة فيها الامل، وانتي ما شاء الله هتدلقي على بوزك، هتدلقي على بوزك، اه هتدلقي على بوزك يا قمر. ايوه وهتريري. اه انا بقولك وبنصحك من شاشتي، ويا ريت الفيديو يوصلك. ايوه انت هتندبي على وشك وهتريلي، بعدين هيستدرجك ويقولك افتحي لي كاميرا، وهتقولي له لا مش لا، او اخلاقي ومش اخلاقي، هيقولك يا بت انت مراتي، يا بت انت مراتي. هتسمعي الكلمة دي، واحدة شرشورة تبعهم، هو بيكلمها من وراك وهي بتديله كل الرسائل الخاصة بيه، يقوم ايه وهو عارف بقى دماغك وطريقة تفكيرك، هيدخلك من ايه، من افكارك وكده. وبعدين هيقولك بصي انا بخرب لك تفكير الشيطان احمد وهب ابو كرش برق، والتاني المعرض التاني احمد عمر بن المحبة. فانا بقول لك اقسم بالله، انا بقول لك المهم الشرشوره اللي تبعهم، اللي, بت... اللي بتسحب في شقق دعاره، عشان نكون بقى واضحين والكلام دوت، تقوم ايه، تقوم قايله لك وايه يعني ما تفتحي له بكام، ايه يعني مش هيبقى جوزك، مش هيبقى حبيبك، بس بصي انت الاول هتعملي له ايه، هتفتحي له من هنا لهنا، دي اول مرحله. لا خليكي تقيله، خليكي يعرف ان انتي بنتي تقيله، تقومي ايه انتي رد عليها، يعني اعمل كذا اعمل كذا، تقوم هي بعتها له. انا بعرفك احمد وهبه مشغل اشكال الديرتي دي ازاي، جميل. انا الحمد لله ما وقعتش معايا ولا هم حاولوا يعملوا كده، بس انا عارفه طريقتهم، ومحدش قادر يمسك عليا حاجه الحمد لله، عشان كده عامله زي الخير كده يعني، انتوا فاهمين. فالبت بقى تقول بجد يعني هيتجوزني؟ اه يا بت هيتجوزك، اربطيه، اربطيه، اربطيه يا بت، ما تخلوش يبص لغيرك، ده بيبص على النت، والبنات بقى على التيك توك العين وصدور ومش عارفه ايه، هيبص لصدرك انت عشان يعرف ان انت معاه وبتحبيه ومستعده تضحي بالغالي. تقوم البت بقى ايه، تقوم مقتنع، يقوم هي بعتلها الشات اللي بترد عليه فيها، يقوم هو مشغل دماغه وداخل لها، يقوم ايه، تقوم هي ايه، افتحي الكام بقى يا بت انتي مراتي، يا بت انتي مراتي، تقوم هي بقى فاتحه. انا بعرفك يا قمر والله العظيم عشان انتي هتمري بكده، وانا حاسه ان انتي اصلا هتقعي في الفخ برضه. المهم، فتسمع كلامك، بيني له صدرك عادي، وايه يعني ما كل الستات طالعه كده ومبينه صدرها ومطلعهم بره، بيني له صدرك، وهي يا عيني ترد وكده، وهي تقنعها
وهو تبعت له، وبعدين تخلينا في الرد، بعدين تبعت له ايه، تبعت له ردك، بعدين تقنعك، بعدين تقنعي، وبعدين تفتح الكاميرا وتوري له ايه اشيائك، مع انك انت ممسوحه يا قمر. انا مش شايفه لك تضاريس اصلا. ما علينا، المهم ان انت هتيجي برضو ان انت واحده ست. المهم او بنت، ما علينا. المهم مش مهم ان انت ممسوحه ولا حاجه. هما في دماغهم حاجات كده، ما علينا. المهم هما بيعرفوا ينفخوا الحاجات دي ازاي، ما علينا. يقوم ايه قايل لك مثلا، هي بقى تقولكوا ايه يعني مش هيبقى جوزك، مش انتي عريتي له كده؟ هتقولي لها اه، ايه يعني ما تفتحي له الكام عشان تربطيه يا بت، عشان يتجوزك، عشان يعرف انك انتي بتديله الغالي. المهم انا بعرفك يا قمر، انا بعرفك. المهم تقوم عاملة ايه معاكي، تقوم هي بقى تنسحب واحدة 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 كده، نفس ما حصل مع ندى خالد، عشان تعرفوا، عن طريق البت كيدهم ميكروباصات اللي بتحسس على الرجالة في الميكروباصات. ولو واحد امتنع وقال لها ما تحترمي نفسك، تلفق له قضية ان هو بيتحرش بيها. فعادي يعني. انتوا فاهمين. بصوا يا لجان الكترونيه، عايزين تورطوني مع مش عارفه فين فلانه ومش علانه، روحي يا حبيبتي اعملي بحث تيك توك مين معاهم ومش معاهم. ما تستعبطوش ولا ليلي فؤاد ولا ليلي قطران. تمام، كبروا مني. روحوا ودوروا، انا مش السجل المجدني بتاع التيك توك. تمام. ام جنى، مش عارفه ليلي، مش عارفه مين، مش عارفه ايه، في ايه محسسني لجان الكترونيه ولاد كلب. المهم تقوم ايه، تقوم انا كنت متغاظه من ام جنى، فقلت الكلمتين دول. فيا ريت يعني تتقي ربنا في ابنها بس. عشان كده كنت عايزه اتكلم في موضوع ام جنى ده. المهم فهو بقى هي تنسحب، فهو بقى سيطر عليها، فعارف دماغها ماشية ازاي. المهم بقى يخليها تفتح كام بقى، يقوم هو مصورها ومبتزها، تقوم هي يبعت لها الفيديو، بعدين هي بقى ايه تبعت للشرشر اللي دخلتها له، بعدين تنقل له الرسايل اللي بعتتها لها، بعدين بقى ايه تكتشف حقيقة الشرشر اللي كانت مزقوقة عليها، تواجهها تقول لها لا يا حبيبتي، ده انتي وفيكي. بصي يا بت الفيديو، هتنزلي في المكان كذا ولا لا، ولا نذيع لأهلك، وتكون بقى معاها الداتا بتاعت أهلها. للأسف بنات كتير طبت في العصابة دي، سواء في الميديا ولا على أرض الواقع. فأنا نفسي البنات تفتح لنفسها وما تصاحبش أي حد ما تعرفوش. صاحبوا اخواتكم يا جماعة، ليكوا اخوات صاحبوهم. اما تصاحبوا على حد يكون العلاقات سطحية، اسرارك مع اختك، اسرارك مع اخوك، انت عايز حاجة اخوك من دمك. لكن الغريب اوعوا تأمنوا الغريب. واي واحدة وحيدة، اسرارك مع نفسك احسن ما تديها لغيرك يبتزك بيها وياخدك. انا والله العظيم ما انا تعرضت للاشكال دي، بس ما عملتش حاجة، لا فتحت صدري ولا فتحت كام ولا. انا من كتر سمعاني للمشاكل وكل دوت، فخدت فكرة وخدت كل حاجة. فانا ما بدي نصيحة لحد بديها للبنات الصغيرة، صاحبوا عيالكم يا جماعة. واخوك او اختك دي اللي هتحب لك الخير. ما فيش حد غريب. وحتى لو اختك بتكرهك وما بتحبلكيش الخير وبتغير منك، خلي سرك مع نفسك، ربنا يهديها ليك ويسخرها ليكي. لكن انت تدي سرك للغريب يتلاعب بيكي ويخليكي ضحية وتحطي نفسك تحت رحمتها، واحدة شمال زي دي ولا واحد شمال زي ده، ويضيعك ويدخلك في سكة الشذوذ والحاجات دي والدعارة والحاجات دي.
ليه انت تدخلي نفسك في كده؟ ليه تعملي في نفسك كده؟ انت اكبر من كده بكتير، انت غالية. هما لو ما كانوش بيغيروا منك ما كانوش وصلوا لك ولا ضيعوا لك الحاجة اللي هم ضايعة منهم. الناس دي بتغير. اي واحدة شمال بتغير ان بتشوف واحدة اشرف منها وتتبسط اما تبقى اوسخ منها. يا ريت اللجان الالكترونية داخلة. بقول لكم ايه، لا معاهم ولا مش معاهم انا ماليش فيه. روحي يا حبيبتي، انا مش السجل المدني، انا بتكلم في موضوع. ما تدوش فرصة لحد يمسك عليكوا زلة وتبقوا تحت سيطرته. أكترية البنات اللي على تيك توك دخلت بقت في تبع أحمد وهبة وشبكة أحمد وهبة. حتى الأطفال هم اللي بتيجي من السفاح والسقط وكل حاجة بيجي عنده، بياخد نسبته. وانتي ليه تدخلي نفسك في سين وجيم وفي الاخر تلومي نفسك. اللي يجي عليكي في سكه وينتهك عرضك او كده اديه بالجزمه، ما تسمحيش لحد ياخد عليكي. جسمك ده ربنا مديه امانه، دافع عن جسمك، دافع عن جسمك حتى لو هتموتي. واحد يكلمك ويقولك وريني صدرك، اديه اللي في رجلك على دماغ اللي جابت امه. ما تسمحيش لحد تقولي بيحبني ومش بيحبني، يلعن ابو الاشكال القذرة دي. مفيش حد بيحب واحدة وهيروح يطلب منها يشوف جسمها عشان تعرف. تمام تمام. انا اموت احسن مني انا اعرض جسمي او ان انا حد ياخد حاجة مني غصب عني. حتى الاطفال يا جماعة عودوهم اي حاجة تحصل يتصرفوا بذكاء ويجوا يحكوا لكم، ما يعرضوش نفسهم للخطر ويجوا يحكوا لكم وحسسوهم بالامان. ما تخوفهمش منكم، ما تخلوهمش يروحوا للغريب يبتزوهم ويحطوهم تحت رحمتهم. انا بس بحكي لكم على اساليب احمد وهب. كل اللي بيحصل ده على البرنامج انا حكيت لكم. حتى آلاء عبد العزيز دخلت في سكته عن طريق شغله ومش لاقيه تاكل، وفي الاخر عملوا فيها ايه؟ هي وهم وايمن محفوظ صوروا لها افلام اباحيه وابتزوها بيها وخدروها وابتزوها. واللي استدرجتها اللي اسمها شيرين عبد الوهاب اسمها ايه؟ اسمها ايه يا ربي؟ اللي كانت عامله ايمان التوخي، حلقه ايمان التوخي، حاجه عبير عبد الوهاب. اللي استدرجتها عبير عبد الوهاب. فبلاش ان انتوا حد يستدركوا. عرفتوا بقى الاعلام وما ادراك ما الاعلام بتاعهم؟ اعلامهم دعارة واعلامهم كل حاجة وبيعتمد على الدعارة وكل دوت. فبلاش تدخلوا نفسكوا تحت رحمة حد او تصدقوا حد يقولك هجيب لك شغل ومش شغل. طب اعرفوا دماغه رايحة فين من ناحيتكوا؟ طب اعرفوا. يعني آلاء عبد العزيز اهو بيبتزوها وخلوها تطلع مجنونة وخلوها فرجة العالم وانا ليلي ومش ليلي، وهي عارفة كويس ان هي تحت رحمتهم ومسكين عليها بلاوي زرق. انا لولا اتكلمت على آلاء عبد العزيز ما كانوش سابوها في حالها، ما كانوش سابوها في حالها، كانوا بهدلوها وكانوا ودوها شقق وكانوا سفروها الامارات. لان العين بقت على آلاء عبد العزيز. ما بقوش يجوا جنبها لا بوجي ولا سامح خطاب ولا ايمن محفوظ. كان الاول ايمن محفوظ اوردرات اوردرات اوردرات، كان هيطلعها زي البنات غيرها. ايمن محفوظ ده شغال مين؟ مع احمد وهب، وبياخد كلامهم من مين؟ من احمد وهب. وبيعمل ده كله ليه؟ مع احمد وهبه. ام انس ف... فيا ريت ما تندرجوش، ما تأمنوش لحد. اهي واحدة زي آلاء عبد العزيز اهي ضيعت نفسها عشان كانت عايزة شغل. والله البت نظيفة ومحترمة، وكانت محترمة. اجبروها تقلع الحجاب وتطلع. بوجي الكلب اللي قتل ندى خالد، هو وسامح خطاب.
الاتنين اللي قتلوها اجبروها تقلع علاء عبد العزيز وتطلع تعمل الحاجات المهينة، وكانوا بيطلبوا منها اطلعي ارقصي، وطلبوا منها كل دوت. ايوه ريهام سعيد معاهم. ريهام سعيد مش معاهم. ريهام سعيد كان مقبوض عليها يا اختي وهي بتخطف طفل، وكان بيجي لها طفل من لوشة، كانت مع لوشة وام ساجدة. انتوا بتتكلموا ازاي؟ كل الحرامية دول تبعها، انتوا في ايه يا جماعة؟ يعني انتوا مش مصدقين ان ريهام سعيد معاهم؟ مش معاهم. هو مش معنى ان هو بيحارب حد عشان خاطر الماني وواخد فلوس من جهة محددة يبقى هو نضيف او شريف. ده واحد بيبيع نفسه عشان القرش. واحد سمسار اثار على اعضاء على كله اللي اسمه سامح خطاب، ده منتظرين منه ايه؟ وهاتك اعراض، وبيدخل البنات وبيدير شقق مشبوهة. ازاي يعني ان انتوا تقولوا مع فلان وبيحارب فلان؟ هو مش يعني هو عايز يصدر لكم الحاجة اللي هو عايز يصدرها؟ في ايه يا جماعة؟ هما بيحاربوني عشان انا كشفاهم، عشان انا عارفة خطواتهم، عشان هما متعرين ليا، معايا كروت دينهم. ده حتى احمد وهبة بيسمع دلوقتي، ابو كرش برق ده. عايزاك تسمع، عايزاك تسمع انت وعمر بن المحبة. ها اطلع لعمر المحبة تاني الوثيقة بتاعته؟ استنى استنى، ده انا حتى معايا كمان الفيش والتشبيه بتاعه، بس خايفة ان ايه، ان اتحذر او اتشال او الصفحة تطير. هطلع منين؟ ما خلص صفحة طارت كلها. يا استاذة، اللي عرفتي معلوماتك دي ازاي؟ على اساس انتي تعرفي مصادري؟ على اساس ان انا هقول لك مصادري ايه؟ على اساس ان انتي بقى الدولة المتكاملة اللي لازم تعرف مصادري؟ يا ستي عارفة وخلاص. انتي مال امك؟ انتي مال امك يا لجنة؟ انتي مال امك؟ ماشي، هقدم بلاغ للنائب العام والعصابات اللي في وزارة الداخلية مثلا. انا بقول كل مكان في الكويس والوحش، ماشي؟ في عصابات في الداخلية، في عصابات في الجيش، في عصابات في الشرطة. مش لازم تنضفي يا روح امك الاول وتلعبيهم بدماغك عشان تقدري تكنسي؟ انت في ايه؟ انت جميله قوي كده للدرجه دي؟ يعني انت جايه تشغلي ذكائك عليا ولا ايه؟ انت غبيه. ما هو اكيد هيعطلوا لي الدنيا، ماسكين اماكن حساسه، هيوجهوا لي الدنيا واضيع تعب السنين اللي تعبته دي كلها. شوفوا خدوا من عمري كام سنه، ضيعوني، نسبوني لغير اهلي. شفت على ايديهم المرمطه، شفت على ايديهم الوجع، شفت على ايديهم كل حاجه، وانت بكل بساطه عايزه تضيعي لي اللي انا عملته بعد ما وصلت لكل ده، بعد ما وصلت لكل ده، بعد ما بقيت ماسكه عليهم بلاوي، وانت تقولي ما تروحي للنبي بالهم سلميه. في ناس اكبر يختي من النائب العام. هم دول قرايبي يا ستي؟ خديهم في داهيه. طلعي ميتين امهم، مش قرايبي. بصي يا ليلى، طلعي ميتين امهم. المزورين ما هو تبعك. مش الست كانت واخده منك اوردر تعور نفسها، وانا اصلا مش متذكره شكلها اللي انا منسوبه ليها ومعرفش شكلها، والواد حاول يتحرش بيا بناء على امر، وكنت مدينه مخدر بتاع داليا فؤاد اللي انا وقعتها لك. عايزه يا ستي تطلعي ميتين امهم، طلعي. اما مش قرايبي اصلا ولا من دمي، براحتك خالص يا ليلى، طلعي ميتين امهم. بس عايزه افهمك حاجه، هم على فكره مش سهلين، هم ليهم برضو في الدوله برضو، وفي الطيران، وفي كل حاجه، في الدفاع الجوي. تمام تمام. وليهم معارف برضو بعيلة الشمسي في الإمارات، وقرايبهم اللي في الإمارات ماسكين مناصب جامدة في المخابرات. فانتي براحتك اعملي اللي انتي عايزاه معاهم،
اعملي اللي راحت. اعملي كل اللي نفسك فيه معاهم، وبالذات الواد محمد يسري العرس ده، هو ومراته المتنكة. ماشي. سوري يا جماعة الألفاظ، البنت الكلب دي مراته حاولت تقتلني، ها، والواد حاول يتحرش بيا، وكانوا حاطين له مخدر عشان يعملوا فيا حاجات، بس الحمد لله ربنا نجاني. لا انا ما كنتش على فكرة بنام، انا ما كنتش بشرب حاجة، ما كنتش بشرب حاجة. المية انا كنت بجيب مية معدنية، فكنت حطاها في الفريزر، فكنت حطاها. عارفين ضربة الحقنة في المية؟ المية عملت تلج وما ساحت. اقسم بالله العلي العظيم، عارفين الخرم اما انتوا بتدبوه بإبرة؟ مطلع مية، واقول ايه السقعة دي، ببص لقيت المية مطلعة خرم مكان الإبرة. بنت الكلب كانت حنقلي فيها، حنقلي فيها مخدر، وهم حاولوا يقتلوني بأدوية القلب. مين اللي كان يستحمل كده اما انا كنت عندهم؟ ده انا شفت حاجات، ناس مريضة ومختلة، والواد مختل وحاجة مقرفة ومش نظيف بقولك يا، من فضلك اعملي كل اللي انا بقولك. انا بقولك يا ليلى يا شبح، طلعي ميتين امهم، وبالذات مرات الواد والواد وامه بالذات اللي عورت نفسها وراحت القسم، فضحت نفسها وراحت القسم وعملت فيا محضر ان انا اتعديت عليها وعورتها. ماشي. انا بقولك روحي طلعي عين امه، هم اللي جابوا نفسهم، هم اللي جابوا نفسهم. يا استاذه اللي بتقول لي ام خالد معاهم وام بسطويسي معاهم، يا استاذه انا مش السجل المدني بتاع التيك توك، انا واحده بلاعب الاشكال القذره دي، ماليش دعوه بالفروع، مين تبع مين سوى مين انت بقى بتشتتيني بقى في الفروع واسيب الجذور. اتكلمي انت بقى عن نفسك. إيه لا روحي دوري. لا يا حبيبتي مش السجل المدني بتاع التيك توك، روحي دوري. وانا بقولك يا ليلى يا شبح، طلعي ميتين امهم على الهدي يا زبدي، وانا معاكي، هاجي اكمل معاكي عليهم، هاجي اكمل عليكي معاهم. اه والله معاكي يعني انتوا الاتنين هتحنكوا في بعض كمان، يعني انتي اطحني فيهم، وانا هاجي اطحن فيك وفيهم. ايه رأيك؟ وبالذات الواد ابن الوسخة ده ومراته واهلها كمان، ايه رأيك؟ لا انا معاكي في اي حاجة، بس انتي اطحني فيهم وانا اطحن فيكم انتوا الاتنين. يلا بقى، يلا بالمرة. بتهدديني بمين يا اختي؟ بتهدديني ده يوم المنى يا اختي، ده كده انت عملتي فيا خير، انت عملتي فيا خير. عارفه الخير ده؟ عارفه يا ولية، ولا اقولك يا ماما لولا عشان انت في مقام والدتي، بس عشان انت عندك 65 سنه وصلني بقى. اه بقولك يا ماما لولا، يعني انت شوفي كام سنه تبقى عملتي خير فيا، تشيلي غليلي السنين دي كلها. اه والله انت بس قومي بالواجب واطحني فيهم، وانا هطحن فيكم انتوا الاتنين. اه والله العظيم، اه والله، اه والله، بس اعمليها وانا معاكي، وانا معاكي، وانا قلبي جامد معاكي. يلا اه والله العظيم، وتوصي بالواد ابن الست المزوره ومراته. اه والله وانا معاكي واخواتها، انا معاكي، انا معاكي، انا معاكي، انا معاكي. لا اله الا الله، انت بتهدديني بمين؟ هم اهلي اصلا ولا من دمي؟ الولايه خلاص اتجننت، اما يبقوا من دمي تبقي تتكلمي، يبقى في كده حراره كده، يبقى في خوف، يبقى في رعب على فلان ولا علان. لكن الواد ده لا اخويا ولا من دمي، عمري ما خفت عليه، عمري ما حبيته. الواد ده بكرهه من صغري، من ساعه ما جيت عندهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
الراس الكبيرة واحد إيطالي اللي مشغله من أصل واحد إسرائيلي من أصل إيطالي اسمه سامي ماركوس أو سامي دبي. هو إيطالي، هو اللي مشغل الغسالات دي، ومشغل إسماعيل مان، ومشغل في المواقع اللي بتعمل القمار والمواقع الإباحية، وشاكر هو اللي بيدير المواقع والمنصات دي وبلينكو ومنصات الفوركس على التليجرام. عشان كده ولاد الذين دول كانوا عايزيني اعمل على التليجرام صفحة عشان يسرقوها ويعملوا منصات فوركس وانا اللي البس فيها. عرفتوا؟ اما الاشكال اياها يقولوا لي ايه، اعملي منصة تليجرام وحطي فيها كل حاجة. يا ولاد مرات الاسد، كنت عايزيني اعمل منصة عشان خاطر تسرقوها وتعملوا منصة اموال وبعدين تقولوا ان انا اللي بتاجر في الاموال. يا ولاد المحبة. يا ربي، والله المشكلة ان انا حافظة اساليبكم بنت اللذينة دي بصراحة. بس انا كمروة وحياة المصحف ما هسيبكم. انا بقولك يا ليلى، وطلب نداء اخير، انتي امي بالواجب، وهجيب لك ناس يدعموكي كمان، بس شدي عليهم وطلعي ميتين ام الواد ابن الست المزوره ده ومراته، عشان هي بنت شمال ما تربتش وبتاعت فودافون كاش ودخلت اللجان الالكترونيه بنت اللذينه دي، مش عايزه اشتم، وكانت بتاخد على حسي فلوس. فعايزاكي، ما انت عارفه ان هي كانت بتاخد فلوس على حسي، ما هي كانت بتاخد فلوس على حسي، وهي اللي كانت مصوره الهدوم وهي عامله الشات على الهدوم الداخليه والكلام دوت. انا بقولك طلعي ميتين 3 امهم. ده انا لسه دوري، انا هدكي فيكي انت وهم. يعني انت طلعي ميتينهم وانا هطلع ميتينهم برضو من الناحيه التانيه، وبعدين هطلع ميتين كنتوا الاتنين. طب يلا والله العظيم. يا استاذه مداهم مين وقطران مين؟ البقال اللي انا اتكلم عليه. مين البقال اللي انا اتكلم عليه اللي ابتدى حياته بخطف العيال والمخدرات اللي كان بيبيعها في الكشك؟ يا ولية، مش كل شويه انا مش السجل المدني بتاع التيك توك يا جماعه. هو كل حد عايز يعمل مصيبه ويقول لي اتكلمي على فلان يجي عندي انا؟ هو انا السجل المدني؟ انا اتكلم على مداهم ليه؟ ما مداهم ده كان فاتح، كان شغال عند واحد بيدير الدكان بتاعه، مش دكان، كشك كده صغنن بيبقى على الناصيه كده، وفي عيال صيع كان بيجيب لهم المخدرات وكان بيخطف العيال وبيكمرهم. فهنتكلم ليه؟ ما هو قاعد في حاله، وهو عمال يقول شيكه ومش شيكه وكان معاه في المستشفى. ايه يا جماعه ليه في الفوركس برضو وضرب الاموال ما تخلونيش بقى. هنتكلم بقى يا جماعه دول ليهم خيبتهم، قصدي غيبتهم يا جماعه. يا عبد الصمد، خليتونا نسحب من لساني. ليه؟ ايوه الكشك بيجيب قصور. اقسم بالله عندنا يا جماعة واحد بتاع فسيخ فاتح سنة 1919. اقسم بالله العظيم من قبل سعد زغلول. امبابة دي كانت كلها كانت تبع الخاصة الملكية، يعني كان فيها استراحة الملك فؤاد والحتت دي، كانت حتة يعني بس كان في حتت شعبية برضه. كان في واحد بتاع فسيخ كان فاتح، انا هشهره. عارفين فين يا جماعة؟ هجيب له رزق يلا. لا بلاش عشان ما يحبسنيش، ولا اقول لكم رزقه يمكن يتشهر ويفتح محلاته وفروع. المهم بتاع الفسيخ ده كان فاتح 1919، والله ما عمل ولا فرع. ام ساجدة ما شاء الله عندها الفسيخ وعملت من سنة 1919، اقسم بالله ما عمل فرع
فرع واحد يوحد ربنا ما عمله. شوفوا من سنة 1919 إلى الآن، والله الدكانة اليتيمة الصغننة اللي قد كده دي، أقسم بالله زي اللي انت شارباه يا حبيبتي. انا شاربه المر، انت شارب ايه يا محمد مبارك يا لجنه؟ انت بتاخد 3000 في الساعه، مفروض ايه تعلي شويه. ايه ده ايه ده، انت غسيل اموال يلا. ايه العربيه الدبابه اللي انت راكبها يا محمد يا مبارك ده؟ وتابعين 1060 يخرب بيت امك، ده انت غسيل ومسمي نفسك محمد مبارك. اه ما انت بتهاجمني عشان غسيل اموال، يخرب بيتك راكب دبابه، كله من دم الاطفال اكيد. المهم سنة 1900 الراجل ده من سنة 1919 راح ايه؟ انتوا بتضحكوا علي. راح الراجل دوت، المهم راح كان عنده محل واحد بس. بشوف امه ساجده في هلمة. سبحان الله، يعني واحد من 1919 ما فتحش فرع، وام مكة بشطارتها وفسيخها المدوت ما شاء الله، ما شاء الله بقى عندها في مدينتي وعربية وعربيات وشقق، وهتجيب قصر ما شاء الله، وعندها خدامة بتديها بالجزمة على قفاها. ده الخدامة بتقعد تحط رجل على رجل وشايلة ايفون، شايلة ايفون هي اللي جايباه لها، وهي بتمسح للخدامة، والخدامة تقول لها اعملي هنا واعملي هنا. يا لهوي يخرب بيتك، يعني انت جايبة خدامة تعمل سيدة عليكي؟ سبحان الله، الواحد ما بينساش اصله. الله يرحم يا ام مكة، ما كنت بتمسحي للحضري بيته. الله يرحم، الله يرحم، الله يرحم. اما كنت الجلابية كانت تحت ركبتك كده، والبنطلون كانت تحت الجلابية. الله يرحم اما انت كنت بتنامي تحت السلم. الله يرحم اما كنت بتروحي السوق وبتتبهدلي في السوق. اه يا ربي. خلاص يا جماعة، عشان ما ناخدش ذنوب. خلاص خلاص. الواد راكب دبابة وجاي يقول لي ايه، يقول لي ايه، والله ما متذكرة عشان ما اظلموش. بس الواد اسمه عمرو مبارك، والله حطيتك في دماغي يا روح امك، هجيب قرار امك، هجيب بطاقتك يا روح امك. اه والله لا اجيب بطاقتك، ده انا هنفخ امك. وركب لي بدبابة، متصور جنب دبابة. ها بصوا يا جماعة، متصور جنب دبابة وبيشكك فيا. طبيعي، ما فلوس حرام داخلالك يا روح امك. من اين لك هذا؟ من اين لك هذا يا روح امك؟ كان المرحوم من اقطاعية بابا الملكية، كانت مرحوم من اقطاع بابا الملكية يا روح امك. ده انت راكب عربية دبابة. ما انا بهاجم تجارتك المشبوهة، بهاجم بتجارتك المشبوهة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. فطبيعي انا بهاجم تجارتك المشبوهة، فطبيعي تهاجمني. اه الله يرحم دينا مراجيح، دي كانت غلبانة اوي، ضحكوا عليها وادوها 2000 جنيه في كليتها. وقال ايه بقيت حسابنا، والبت اه يا بطني اه يا بطني. الله يرحمه. الحمد لله ربنا موكلني شكلي ان انا اجيب حق الاموات اللي فاتوا واللي جايين. هتخيلوا دول ابراهيم شيكا ودينا مراجيح، دول اللي ظاهرين، ما بالكوا بقى المخفيين. 3000 جنيه. كاميرون لسه متكلمة على كاميرون دلوقتي. دكتورة ليلى في سويسرا او تعبانة، ربنا يشفيكي. والبت صعبت عليا وهي بتعيط يعني، وليلى الشبح كان بتبص على كلاويها كده. ده انتي كلاويكي، ما شفتوش نظرة ليلى الشبح ليها؟ بتبص على كلاويها. ام سجادة فاتحة، ام سجادة فاتحة ولا لا؟ اصل انا شفتوا الاغاني اللي مركباها على ام سجادة وهي بترضع جميلة قوي. انا اول مرة اضحك كده. ماشية على الاغنية، اقسم بالله الاغنية تحفة. ماشية على الاغنية ايه. استنوا هجيبها لكم نضحك شوية. والله انا عملت لها كتم وحطيت لها، يعني انا اخترت الاغاني اللي ماشية مع حركة ايديها.
انتوا فاهمين؟ اه والله اني ماشية مع حركة ايديه. ثواني ثواني، استنى. انا اتكلمت على احمد عامر ان ليلى الشبح راحت قابلت احمد، كان مع سارة خليفة وقابلتها مع ابي اما كانوا في دبي. استنوا كان قبل رمضان باين. بور فؤاد ولا الحياة؟ استنوا، يا نهار اسود، دي فظيعة ام مكة دي. آه. انا حكيت لكم على عمر بن المحبة ده. السلام عليكم يا جماعة، انا اسراء مامة ليلى وعلي. لو تفتكروا انا طلعت من حوالي